قصة مصطفى كامل صوت مصر الذي لم ينكسر. في نهايات القرن التاسع عشر وتحديدا عام 1874 ولد مصطفى كامل في حي السيدة زينب بالقاهرة، في زمن كانت فيه مصر تعاني من الاحتلال البريطاني والتبعية للخديوي والانقسام بين طبقات الشعب. ومنذ صغره لم يكن مصطفى طفلا عاديا، كانت لديه نار في قلبه، نار لا تطفأ، اسمها الحرية. يد تكتب التعليم والتكوين. درس مصطفى في المدرسة الخديوية، ثم التحق بمدرسة الحقوق، وأكمل دراسته في فرنسا، وهناك تأثر بالحرية وبالفكر الجمهوري وبأفكار الثورة الفرنسية. لم تكن دراسته مجرد تحصيل علم، بل كانت سلاحا يشحذه ليعود إلى وطنه ويدافع عنه بالكلمة والموقف. رأس شخص يتحدث في صورة ظلية خطيب الثورة. مصطفى كامل لم يكن زعيما سياسيا فقط، بل كان خطيبا موهوبا يجيد إثارة المشاعر وتحفيز الناس. قال جملته الشهيرة: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. وكان يقصدها بكل صدق، إذ جعل من الوطنية دينا ومن مصر أمن لا تهان. حقيبة تأسيس الحزب الوطني. في عام 1907 أسس مصطفى كامل الحزب الوطني ليكون لسان حال المصريين الأحرار، ويطالب بالاستقلال وبوجود دستور وبرلمان يعبر عن الشعب. كلام زيده كان في وقته يعتبر تمرد، وكان ممكن يؤدي للسجن أو حتى الاغتيال. لكن مصطفى لم يخف. مكبر صوت لمخاطبة الجمهور منبر الصحافة. أنشأ جريدة اللواء لتكون سلاحا مقاوما للاستعمار البريطاني. كتب وهاجم وفضح جرائم الاحتلال، ودافع عن قضية دنشوي الشهيرة التي كانت نقطة تحول في وعي الشعب المصري. شمعة النهاية المأساوية. رغم كل هذا النشاط لم يعش مصطفى طويلا. توفي في عام 1908 وهو في 34 فقط. ومات الجسد، لكن بقيت روحه ترفرف في ميدان التحرير وفي صدور الثوار وفي كل من يهتف: تحيا مصر. وسام عسكري ذهبي الإرث. ألهم أجيالا من بعده: سعد زغلول ومكرم عبيد وحتى جمال عبد الناصر. رسخ لفكرة أن الحرية لا تهد بل تنتزع. وكان أول من جسد دور الزعيم في تاريخ مصر الحديث. مصطفى كامل كان اسمه قصير، لكن أثره طويل جدا. كان زعيما بكلمات تشبه الرصاص، ووطنيته كانت تعدي زي النار في الهشيم. ومات شابا، لكن كتب أول سطر في كتاب الثورة المصرية.